صباح الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من استباحة رياضية، البودكاست اللي بنبدأ بيه يومنا بالكلام عن القيم اللي بتبني الشخصية الرياضية السليمة. النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا، حاجة لو ركزنا عليها ممكن نغير حياتنا وحياة اللي حوالينا للأحسن. الكلمة المفتاحية النهاردة هي القيم. طب ايه هي القيم؟ القيم ببساطة هي كل حاجة حلوة بتخلينا نعمل حاجات كتير 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 أحلى. ببساطة هي المبادئ والأسس اللي بتحدد تصرفاتنا وبتخلينا نعرف الصح من الغلط. يعني مثلا الصدق والأمانة والتعاون والالتزام وغيرها وغيرها، كل دي قيم بتأثر علينا كلاعبين، مدربين، وحتى كمتفرجين. الرياضة مش مجرد لعب، دي مدرسة لتعليم القيم. لما يبقى المدرب صادق، اللاعب ملتزم، ولي الأمر داعم، كل ده بينعكس إيجابي على أداء الفريق. النهاردة هنتكلم عن قيمة من أهم القيم اللي لازم تكون موجودة في حياتنا الرياضية، وهي الصدق. حلقتنا النهاردة بعنوان كن صادقا ولا تكن كاذبا، وهنشارك معاكم قصص واقعية عن الكذب في عالم الرياضة وتأثيره السلبي، وإزاي إن احنا نقدر نغرس قيمة الصدق بدل الكذب. هنبدأ مع بعض نتكلم عن الكذب في التدريب الرياضي ونحكي مع بعض القصص. الكذب مش مقتصر على عنصر واحد من عناصر العملية التدريبية، يعني اللاعب ممكن يكذب، المدرب ممكن يكذب، ولي الأمر ممكن يكذب، وبالتالي أي حد في المجتمع ممكن يكذب، والكذب ملوش رجلين. فالكذبة بتجيب كذبة بتجيب كذبة، وفي النهاية بتتكشف. لما نيجي نبص مع بعض في بعض المواقف، إن ولي أمر هو اللي بيقول لابنه قول للمدرب إنك بتصحى الساعة 5 الفجر عشان تتمرن وعشان مستواك بيزيد. المدرب كان مقتنع إن اللاعب بيتمرن وبيشايف إن مستواه كويس في البداية، لكن اللاعب كل يوم بيقول له أنا بتمرن. المدرب لما صدقه، لما شاف مستواه وبدأ يلعب، بدأت المستوى يبدأ يقل فيقل، فبدأ إن المدرب فقد الثقة في اللاعب، والولد اتعلم إن الكذب ما بيجيبش نتيجة. لما بيلعب المدرب مباريات ودية، وممكن ياخد سن عيلين 3 أو ولدين 3 من الفريق اللي فوقه ويروح يلعب بيهم المباراة. يبدأ يقول للعيبة لو حد سألكوا عن سنكوا قولوا كذا كذا، قولوا السن أعلى اللي هو أصغر من سنهم بسنتين 3. وبالتالي هو كده دخل جوه الولاد بدون ما يشعروا إن هم بيكذبوا، وده أساس إن هو ممكن يشافوا، ممكن يتاخدوا في النادي. وبعدين لما المدرب يشوفهم ولو كانوا كويسين وقال إن أنا عايز اللعيبة دي، فما بياخدوهمش عشان سنهم أكبر من المجموعة اللي موجودة. ويبدأ المدرب يكذب كذبة جديدة ويقول لهم ده انتوا محتاجينكوا، ده كانوا عايزينكوا في النادي، بس شدوا حيلكوا شوية. طبعا كده بنشوف من كل هذه المواقف ان المدرب بيفقد الثقة في اللاعبين، او العكس، الكذب ملوش رجلين. فاللي بيكذب على طول بتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، وبتأثر على ان هو بيكمل في مسيرته الرياضية. فلما نشوف مدرب بيكذب بيتعرف وبيبقى معروف في المجتمع ان هو مدرب كذا وكذا وكذا. فاحنا ياريت كل المدربين تبقى عارفة ان كل خطوة بتعملها لها تأثير على اللاعبين سواء ايجابي او سلبي. فبالتالي يفكر كل دقيقة او كل ثانية ان هو يكون الكلمة اللي بتطلع منه تكون موزونة ويكون معروفة، ويكون فاهم ان هو بيقول ايه، لانها بتتفسر تفسيرات اخرى من اللاعبين وبتوصل في رسالة اخرى من اللاعبين، لان الكذب بيبان. بعد كده احنا هنتكلم على تأثير الكذب على التدريب الرياضي. من خلال المواقف اللي قلناها، وفي مواقف كتير بتحدث في التدريب، لكن احنا قلنا بعض الامور الصغيرة اللي احنا هنبدأ نتكلم عن ازاي التأثير بيحصل. اول حاجة بيحصل فقدان للثقة. لما المدرب بيكذب او اللاعب بيكذب، العلاقات بين الاطراف كلها بتنهار، ما بيبقاش فيه علاقة، وما بيبقاش فيه العلاقة بتبقى متوترة، وبيبقى الولد في البيت بيبقى متضايق، بيبقى كمان ممكن يجي الوقت ان هو مش عايز يروح التمرين بسبب ان المدرب بيكذب عليه.
انعدام القدوة. المدرب اللي بيكذب بيعلم اللاعبين ان الغش مقبول، وده بيأثر على القيم الأخلاقية، فبالتالي هو بيعلمه ان هو يغش، بيعلمه ان هو يقول الغلط، بيعلمه ان هو يعمل الحاجة اللي المجتمع مش موافق عليها، فبالتالي هو كده غرس فيه حاجة مش مقبولة، فبالتالي الولد بيطلع وبيكبر ان ممكن يغش في المجتمع، يغش في حاجات تانية ملهاش دعوة بالرياضة، وبيبان عليه ان هو بيعمل حاجات مش كويسة. الأثر النفسي. الكذب بيخلي اللاعب دايما الكذب بيخلي اللاعب دايما عنده شعور بالخوف والتوتر، وده بيأثر على مستواه. وكمان لو المدرب بيكذب هتبقى عادة، يعني لو عادة عليه ان هو بدأ ان الموضوع بالنسبة له بقى سهل، ولما يحصل حاجة يخرج من موضوعه بيسمي ده ان هو كده يا سلام راجل متميز، ان هو خرج من الموضوع بلباقة. لكن في النهاية هو هينكشف، وحتى لو ما كشفش الموضوع ما بينه وما بين ربنا، لكن بيتعرف بيتعرف بيتعرف. الأثر المجتمعي. لما الكذب ينتشر في الرياضة السمعة العامة بتتأثر، وبيقل احترام الرياضة كمجال تربوي وتعليمي، فبالتالي لابد ان يكون المجتمع بنعلم فيه الصدق ونغرس فيه قيمة الصدق. نشوف بقى بعد كده غرس قيمة الصدق في الرياضة. لما نيجي نغرس قيمة الصدق في الرياضة نغرسها ازاي؟ اول حاجة التعامل بشفافية، المدرب يكون واضح وواضح في تقييمه للاعبين، يقيم اللاعبين بشفافية، كل كلامه فيه وضوح وصراحة، فبالتالي التعامل بشفافية. مواجهة الكذب بحزم، لو حصل موقف كذب لازم المدرب يواجهه بأسلوب تربوي. تعزيز القيم. نقعد مع اللعيبة ونتكلم عن أهمية الصدق في تحقيق النجاح الحقيقي. المحاضرات التربوية بيبقى لها فايدة كبيرة جدا 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 في تغيير عقول اللاعبين، وتغيير معتقداتهم، وتغيير عاداتهم، وتغيير اللي هم بيؤمنوا بيه إلى الأفضل. فبالتالي لابد أن يكون في جلسات كتيرة مع اللاعبين نتكلم فيها عن القيم، وأهم قيمة نتكلم فيها الصدق، عشان اللاعب يصل إلى ما يريد من خلال أنه يكون لاعب صادق. القدوة. المدرب اللي بيكون نموذج يحتذى به في الصدق والنزاهة هيبقى ولاده طبعا بيخرجوا ويبقى في المجتمع صادقين، ويؤمنوا بالصدق والنزاهة، ويؤمنوا بالقيم والأخلاق. فبالتالي اللاعبين يكون قدوتهم المدرب، وبالتالي المدرب يجب أن يكون عند هذه النقطة ويكون قدوة فعلا للاعبين. يعني مثلا المدرب اللي بيرفض يلاعب لاعب لسه الكارنيه بتاعه ما طلعش، كان ممكن يلعبه ويزوره، ولكن هو رفض. ولما حد قال له ممكن تعمل كذا رفض ان هو يكذب وان هو يزور. فبالتالي علم الولاد كده حاجة كويسة، وحتى لو خسر المباراة فهو كده كسب احترام نفسه، واحترام لاعبيه، واحترام كل من يعمل معه، ويكون فرد صالح في المجتمع. هنتكلم بعد كده بقى ان فعلا الصدق بيخلي الفريق او بيخلي المجتمع، بيخلي المجموعة اللي احنا شغالين فيها روح ايجابية، بتخليه بتساهم في ان احنا نوصل الى القمة بإذن الله سبحانه وتعالى. يا ريت يكون الموضوع ده لكل مدرب، يا ريت يكون الموضوع ده لكل اللي سمعه يكون في حاجة كويسة. احنا مع بعض بنحاول ان احنا نضع بعض النقاط. ممكن يكون في بعض المدربين بيعمل حاجات مش مستوعب هي تأثيرها ايه في المستقبل على اللاعبين، لكن من خلال البرنامج هو ممكن يغير من فكرة، يغير من بعض الأمور. ولو هو ماشي في الطريق الصحيح فاحنا بنأكد على الصحيح، لأن المدربين كلهم أو نسبة كبيرة ونسبة عالية كبيرة المدربين صادقين، وأنا متأكد إن هم بيغرسوا في لاعبهم الصدق. لكن لابد إن احنا ننوه على بعض الأمور عشان كلنا نبقى مع بعض بنكمل بعض. فالصدق مش مجرد قيمة، الصدق ده أسلوب حياة، ولو التزمنا بيه في رياضتنا هنحقق نجاحات حقيقية ومستمرة ومستدامة.
شكرا على وقتكم، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشاركوها مع أصحابكم وتبعتوا لنا اقتراحاتكم. استنونا الحلقة الجاية بموضوع جديد بإذن الله، ونشوفكم على خير.